فيديو لطيف شفته حبيت اعلق عليه معاكم، بيبين الفرق ما بين الفليكشر تايب اوف فيلير والشير تايب اوف فيلير. هنا عندنا كاميرا بالشكل ده ليها ابعاد معينه، متسلحه 2 نمبر 3 اللي هي بتكافئ عندنا سيخين فاي 10. ده بالنسبه للحديد البوتوم بتاعها، وبالنسبه للكنات فهي برضو فاي 10، والمسافه بينهم 8 انشز اللي هي تقريبا 200 مللي. لو شغلنا الفيديو كده مع بدايه التحميل بيبدا يظهر عندك الشروخ بالشكل ده. خليني اقرب لك الفيديو شويه. بيبدا يظهر عندك الشروخ بالشكل ده. هيفضل هو يزود الحمل تدريجيا لحد ما يحصل الفيلير الكامل زي ما انت شايف. تمام. ولكن الفكره كلها ان هو اداني وورنينج، انا شفت بعناية وورنينج. طب كويس قوي. تعال نبص على الشير فيلير. هي نفس الكاميرا بنفس الابعاد، كل بس الفرق ان احنا كنا هنا فاي 10 فهو زود الحديد البطن شويه، خلاه فاي 19 اللي هي نمبر 6. تمام. والستيربس خلاها زي ما هي فاي 10 بس زود السبيسنج شويه، يعني هو قلل عدد الستيربس. كانت 18 انش تقريبا 450 مللي. تعال نرن الفيديو كده وبص الشكل الفيلير هيبقى عامل ازاي. ده انهيار فجائي، هو ده البريتل فيلير اللي احنا بنتكلم عليه. والشير بوجه عام التايب اوف فيلير بتاعه بريتل. عشان كده دايما بنبقى شايلين هم الشير اكتر من المومنت، لان في الفيلير هو هيبقى بيحصل بشكل صدم. شكرا لكم جدا، كان معاكم احمد نصرت من تريننج بنتورس.